صباح الخير، صباح النور، صباح الأزهار، صباح الأجواء الجميلة. واش راكم حبيباتي؟ إن شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال وفي صحة جيدة. أول حاجة حبيباتي نبدأ ونصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم كما قبل ما نروح للريف كانت عندي شويه لوبيا من البارح، زدت قليت لها شويه فلفل حلو وشويه فلفل حار، هكا خليت لهم الغدا وطلعنا للريف. المهم حبيباتي راني نشارك معاكم حياتي اليوميه كما راهي بلا زياده ولا نقصان. يعني احنا ما راناش كل يوم نطيبوا بالليمون وهذه شخاشف وهذه، ساعه هك ساعه هك، يعني ساعه لوبيا وفلفل، ساعه كما يعني كأي عائلة جزائرية. مع اني حابة نقص القليان هذا بصح ما قدرتش، والله ما قدرت. كي نشم ريحة الفلفل هكذا خاصة كي يسخن الحال وتجي الصيف هكذا. المهم دقا جاية الصيف، البلاصة اللي تفوت عليها تشم ريحة الفلفل. المهم حبيباتي ربي ما يحرمناش من النعمة وربي يحفظها من الزوال، لان اي حاجه هكا تشوف فيها بالك ماشي نعمه بصح نهار يحرمك ربي منها، هذاك النهار وين تحس بقيمتها. المهم نحمدوا ربي على كل حال ونحمدوه على النعمه اللي راهي عندنا. اليوم حبيباتي حنسقسيكم شريتو الكبش ولا مازال عينتوه؟ المهم راح نهضر على الكباش. الدولة راهي استوردت الكباش تاع رومانيا وتاع اسبانيا، وراح نقول لكم الفرق بينها وبين الكبش تاعنا، الكبش المحلي. كنهضر لكم حبيباتي على الكبش المحلي، راني نهضر على الكبش هذاك اللي ياكل برا، ياكل الحشيش، ياكل الاعشاب البريه، الاشواك، المهم ياكل الشيء تاع برا طبيعي. هذاك هو الكبش تاع الصح. وهذاك اللي مربي في المزرعه، يعني ما يخليوهش يخرج يوكلوه ماكله اصطناعيه، هذاك دائما تكون الجوده تاع اللحم تاعو اقل، واكيد راح يكون معمر بالشحمه منه ما يتحركش، ويعني الجوده تاع اللحم تكون قل على هذاك اللي مربي برا. ومام للصحه، هذا اللحم تاع الغنم راهي مليحه للصحه. راك تشوف كيما تاكل اللحم خاصه اللي طايبه تلقى الكرش تجري من اللحم هذاك، وهذه يصحى الجسم في هذه الحاله يتخلص من السموم كامل. المهم حبيباتي، المهم حنا الأضحية وهذا هو الأساس. الإنسان يتقرب لربي بهذا الأضحية ويشري حسب مقدوره. يعني مثلا انا الكبش المحلي اكيد راح تكون السومه تاعو غاليه، ومن بكري هذاك اللي ياكل لا فينيسيون تلقاه شويه قل السومه، وهذو اللي عايشين برا اكيد راح يغليوهم، خاطر كي تلقاه الكبش ما يكبرش ليه يطول باه يكبر، على هذه السومه تاعو غاليه، واكيد الفايده تاعو خير. المهم وحنا حسب الميزانيه، اللي عنده ميزانيه تسمح له باه يشري كبش محلي من هادو اللي هضرت عليهم راح يشري، واللي ما تسمحلوش الميزانيه اكيد راح يشري المستورد. وحتى الكبش المستورد راهو كبش، يعني باين قدامنا باللي باه راهو كبش، مش كما كي تجيب اللحم تخاف ما عرف تقول ما كيف ذبحوها ما على بالناش كيفاه. المهم باين كبش وعادي وتضحي وبربي ان شاء الله كامل. والحمد لله يعني حتى الدولة دارت مبادرة مليحة كي جابت الكباش هادو باه تغطي السوق المحلي، لانه حتى السوق يخضع للعرض والطلب، يعني كيعودوا ما كانش العرض بزاف رايحه تطلع السومه. وعلى هذه دق بربي ان شاء الله كتغطي الدوله العرض رايحه بربي ان شاء الله تنقص السومه وكامل يضحي. بالنسبه لي يقولك جايز في الاضحيه ولا ماشي جايز، اكيد الدوله على بالها ورايحه تشوف هذا الجانب، واكيد راح تجيب اكثر على 6 شهور، هذه يعني مفروغ منها. لهنا حبيباتي نولي للروتين تاعي. انا نحيت البصله هذه البصله غرستها في الشتاء ودقا راح كبرت، يعني حيتها تقريبا كامل، نحيتها نخلصها درك هكا باه ما تفسدش، لانه لو كان نزيد لها اكثر على هكا راح تولي غير صالحه. شوفوا حبيبتي الاجواء دائما معايا في الريف، دائما في المنزل الريفي، استمتعوا معايا حبيباتي بهذه المناظر الرائعه تاع الربيع. ونبقى حبيباتي كنخلص البصله نخدمها، رايحه نزيد نحي الفول ونطيب لكم اغرب وصفه، يعني كي كانت ما ديرها بكري وانا صغيره كانت تجيني هذه وصفه غريبه. دق تشوفوني كيفاه نديرها.
لهنا راح نحي الفول راهو كبر، دوك ما بقاش روس البراطل، هذا فول كبير نفركوه نحيولو الحب اللي من داخل ونخدموا به هذيك الوصفه، وهي وصفه بسيطه جدا جدا يعني ما تطلب والو. استمتعوا معي حبيباتي كما نحي الفول من البحيره. انا هذه العمليه يعني ممتعه جدا. شوفوا الفول كفاه طري وكفاه نحيه، وهذا وقت الفول على بها. انا درت قداه الفيديو تاع الفول راهو وقته على بها، انتهزت الفرصه ودرت لكم فيديوهات بزاف عليه. المره اللي فاتت درتو بالنعمه. راه كاينين طرق بزاف يعني باه طيب الفول، كاين اللي يديروا هكا شغل تكتوكه، وكل واحد كيفاه يطيب، وكاين وصفات بزاف يداروا بالفول. تبعوا معايا حبيباتي لاخر الفيديو راح تشوفوا الوصفه هذه زينه، واكيد كاينين اللي يعرفوها وكاينين اللي ما يعرفوهاش. كما على بالكم حبيباتي الدبار يجوع، اكيد جربتوها كي تروحوا هكا للطبيعه تجوعوا ليه. انا طفله خبزتنا قرصه كسره يعني درت وحده برك، غير ليا وليها برك. كنا راح ندير واحد الحطاب ومن بعد درناها على الطابونه برك، وحتى تما يعني الاجواء مليحه سواء طيبت على الحطب ولا في الطابونه، ولا الاجواء مليحه رانا في الطبيعه. كل شيء مليح. شوفوا لهنا فركت الفول، يعني باش نتوما كنتقولوا فركتو ولا ما على باليش كيفاه. وشوفوا كيفاه بنتي كل دقيقه تلوحيتها تسرق لي من هذاك اللي نفرك، ما نحبش نخليها، نقول لها هزي من هذا اللي منا. وكانت امها تاني بكري دير لنا هكا. ما غير بالبدي من هذا وما يكونش في الحاسب. لا ما يقدرش تكسرها كيما هادي يا ميمي. وما عجبتهاش الكسره، قالت لي ما درتهاش مليحه. ما باليش علاه كي نديرو قرصه وحده دائما ما تخرجش مليحه، وانا كبيره وما تخرجيش مليحه. المهم حبيباتي اللي عندها طفله صغيره ولا بنات صغار، من الاحسن تخليهم يلوحوا يديهم في الكوزينه، ما تخليهمش هكاك دائما، ما تعباش بالخدمه تاعهم ولا تخافي يفسدوا لها الحاجه. المهم نقول لك حبيبتي اليوم يفسدوا لك وغدوه يتعلموا. اكيد مره تفسد مره نديروها مليحه حتى نتعلموا. واحد ما خلق معلم، واكيد راح بمرور الوقت يتعلموا خير من كي يتزوجوا يروحوا يعني لديارهم ويلقاو رواحهم ما كان والو في يديهم. هذه هي حبيباتي درنا هذيك الكسيره وهي بنينه، الشكل تاعها صح ما جاش مليح بصح البنه بنينه. ودقا راح ندير لكم الوصفه اللي هضرت لكم عليها في الاول اللي تدار بالفول. دقا غسلت الفول شللته برك على خاطرش نظيف مغسول اصلا، وحطيته يفور في الكسكاس كيما راكم تشوفوا فورته. ومن بعد كيفور نعطيكم الطريقه. حطيت له الملح. هذه الوصفه يعني تاع جداتنا وامهاتنا بكري كانوا دائما يديروها. وش وانا كانت تبان لي غريبه كيفاه الفول مع البسيسه،
جاتني ما يخرجوش مع بعضهم. وشي دقه كي درتها وسمو ولفت ناكلها عاد تعجبني بزاف، الذوق تاعها رائع يعني مليحه. لهنا زدت لها زيت عرب، يعني الاكلات تاع زيت عرب بكل صحيه. عرفوا هذه الاكله طبيعيه 100%. هذاك راهو قمح، هذيك البسيسه القمح نقليوه في الطاجين ولا في مقله، يعني نحمصوه ماشي نقليوه، نحمصوه ومن بعد نرحيوه. هذه هي البسيسه. نعاود لكم الوصفه هكا باش تفهموا مليح. حطيت الفول، فورته وملحته شويه، ما تكثروش الملح خاطرش ليه بعد يولي مالح. وزدت حطيت فوقه زيت عرب، اللي هو زيت الزيتون، وزدت له البسيسه هكا. هذا وجات تهبل والله غير عجبتني خلاص. كولي نسيت ثاني، كولي برك دقي نكمل النهار. ولقى جا وقت القهيوه هذيك في الطبيعه اللي ما نستغناش عليها، سواء في الدار ولا في الطبيعه ولا في الطريق. انا القهيوه ما نستغناش عليها. وهذه القهوه راهي مرحيه في الرحايه هذيك تاع بكري. شريناها حب ورحيناها في الرحايه هذيك تاع بكري وطيبناها في الجزوه. وهذه الطريقه يعني تجي واحد الذوق ما شاء الله، ذوق القهوه الاصلي الحقيقي. حبيباتي نتمنى لكم مشاهده ممتعه، وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك الا كان عجبتكم القناه. والا كان ما عجبتكمش القناه حبيباتي ما تنساوش تدعيوا لي دعاء خير. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش دائما تخرجوا للطبيعه في الربيع في الربيع ولا في الصيف، وتستنشقوا الهواء النقي وتنفسوا بعمق.